أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حضرة الطف. حوارنا اليوم راح يكون مع الشاعر والأكاديمي الأستاذ الدكتور حسين القاصد. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم، عظم الله أجركم بهذه الأيام المباركة. أحسن الله لنا ولك الأعزاء. خلينا نتكلم عن الجانب الشعري بداية، ومن بعد ذلك نتحول بالحوار للجانب الأكاديمي. دكتور، شعريا متى بدأت علاقتك بالإمام الحسين؟ ليس لشاعر له أن يجنح إلى الثورة والشعر انتفاضا. نعم. ويفكر بالثورة دون أن يكون الحسين غايته الأسمى، فيضع الحسين أمامه، إن كان تدينا أو إن كان حرا أو إن كان خلاصا أو نعم. إن كان هدفا. فالحسين كوني، وليس هو هذا الحسين الذي محصور بين قوسين باللطميات أو كذا. نعم. لا، الحسين ليس بكائيات. الحسين صمود، الحسين ثورة، الحسين لا. فليس لأي شخص أن يقود انتفاضة رفض ويريد أن يملأ فمه بكلمة لا أو بهذين الحرفين لا، بلا الرفضية العالية. نعم. دون أن يتذكر الحسين ويتقمص الحسين ويستدعي صوت الحسين ليحتشد الحسين في فمه فيقول لا. طيب، أنا من مواليد 69، كيف وعشت الأيام الدكتاتورية نعم. المقيتة، فكيف لي أن لا أتقمص أو أن لا أتقنع أو أن لا أستدعي الحسين قناعا وأقول لا؟ أحيانا نحن لا نبكي للحسين لخسارته، لا، نبكي علينا عزاء لأنفسنا حتى نستعين بالحسين لكي ننهض. بالفعل. فالبكاء علينا، الحسين لم يمت. لذلك لا تحديد معين متى كتبت في شعري الحسين، قبل شعري وبعد شعري. نعم. فالحسين سابق، فربما حتى الغزل حين كتب لأن الحسين موجود. الله. حتى نعم. الوثاء، حتى المديح، حتى يعني، وأنا بعيد عن المديح يعني، والناس تعلم، لكن مديح آل البيت. نعم. يعني حتى إذا شئت أن تمدح رسول الأكرم، يعني لي بيتان قلت: إلى رجل بنته أمه، إلى أمة حربها سلمه، أجد الحسين شقيق الحسين، دلالة أن أمه فاطمة أم أبيها. نعم. فليس لك أن تتخلص من الحسين، إن كان ثورة حمراء، إن كان حتى إن كان غزلا، فهذا نعم. الحب العظيم. وليس للشعب أن ينهض من دون الحسين، حتى وإن لم يكن مسلما. نعم. يتلمس الجوانب الثورية أو الجوانب الإنسانية أو جوانب التضحية من شخصية الإمام الحسين. والحسين استدعي حتى أستطرد أكثر. نعم. الحسين هيمن على الأدب العربي، وليس شرطا أن يكون الأدب الشيعي. نعم. بالمناسبة الحسين هيمن على المسرح الشعري، وأول ما كتب في المسرح الشعري كتب في مصر وليس في العراق، وكتب كثيرا ثم تلقفه العراقيون وكتبوا المسرحيات. نعم. الشعرية. عبد الرحمن شرقاوي كتب نعم. الحسين ثائرا والحسين شهيدا، وهكذا تكلم الحسين. نعم. ثم وصلت إلى العراقيين فكتب محمد علي الخفاجي مسرحية واحدة من المسرحيات العظمى، ثانية يجيء الحسين. في هذه المسرحية ثانية يجيء الحسين. لماذا قلت لك الحسين؟ نعم. احتياج. نعم. كتبت عام 1970. ثانية يجيء الحسين. كيف يجيء الحسين عام 1970؟ استدعاه الشاعر محمد علي الخفاجي رحمه الله. نعم. استدعاه، فكانت في المسرحية الحسين يظهر أخوه محمد بن حنفية يقول له: لا تذهب، الكوفة خوانة. نعم. ويأتي الحسين، وأبطال المسرحية نعم في الغابة
رجل يتحول إلى 3 شخصيات. نعم. شخصية ابن قديم فهو من أصحاب الحسين القدامى، وابن حديث يمتد، وابن معاصر. نعم. هذه الشخصية الثلاثية تأتي بأحد في المرة الأولى يعرج على اليمين، نعم، يعرج على اليسار، وبعدها يعرج على اليمين، وبعدها يعرج على كلتا قدميه. لو عدنا 1970 بداية تأسيس ما يسمى بالجبهة الوطنية بين البعث والشيوعية. نعم. كان يعرج على اليسار، كان يساريا، ثم عرج على اليمين، أصبح مع القوميين. نعم. ثم عرج على كلتا قدميه بأنه انتمى إلى الجبهة الوطنية. فالخفاجي سدد ضد الجميع واختبأ خلف الحسين. نعم. فالحسين صنع اسقاطات على الوقت الحاضر وعلى المرحلة اللي تمر بها الدولة والمجتمع. تعال معي لنتحدث عن عبد الرزاق عبد الواحد. عبد الرزاق عبد الواحد بغض النظر من مدحياته الصدام، نعم، كتب ما لم يكتب في المسرح الشعري في الحسيني، والمسرح الشعري كله، رغم تحفظنا على باقي أشعاره وكتاباته وتحفظ شديد. لك هذا لك أن تتحفظ على جميع الشعراء. الفرزدق الذي مدح الإمام السجاد عدا هذه القصيدة المشكوك في نسبها بالمناسبة. نعم. كل شعره مدح الأمويين، فلماذا نستثني هذا ونمدح هذا؟ فنحن بصدد المنجز. كتب خاتمة المسرح الشعري. نعم. كل الذين سبقوا عبد الرزاق عبد الواحد أخذوا الحسين بطلا في المسرحية، يعني الحسين بطل الطف. نعم. وقعوا في هذا الفخ، لكن المسرح صراع، وأنا أتحدث من جانب أكاديمي. نعم. المسرح صراع. شخصية الحسين تمثل الخير المحض، لا توجد صراع. بالتأكيد. شخصية الشمر أيضا شخصية مستقرة، الشمر هو شر محض. نعم. لا يوجد صراع. عبد الرزاق في داخله يدعي القلق أنه كذا غير مستقر، فتقمص الحر، الشخصية العراقية التي تتحول كل يوم. نعم. وحتى في هذا الزمان تجد الشخصية العراقية التي ياخذ أمي يصير عمي. نعم. فتقمص الحر الذي يتحول، فجعل الحر بطلا للمسرحية. فصارت المسرحية اسمها الحر الرياحي. نعم. وأحضر عبد الرزاق عبد الواحد حتى أثبت لك أن الحسين ليس ملكا لأحد وليس حصرا لأحد. أحضر يحيى النبي يحيى. نعم. المعمدان شخصا في المسرحية ليشارك في المسرحية، لكي يقول عبد الرزاق هذا أنا أيضا موجود. ودار الصراع الداخلي بين الحر الذي هو نفسه عبد الرزاق. نعم. بين الخير والشر، وعبد الرزاق هو في حاضنة صدام يتمنى أن يتخلص منها، لكنه لم يتمكن بالخير. كأنما جسد نفسه من خلال المسرح. عاش الصراع ووجه الرسالة. نعم. وصلت الرسالة، لكنه فعلا يعني صدقا كان يتمنى، لكن هو بعد سقوط صدام وجد الحاضنة التي تعطيه. نعم. خارج العراق، فظل يغني للحاضنة. قصدي الرسالة وصلت، وهي صراع ليس يمثل عبد الرزاق. نعم. يمثل كل شخص الآن. أنت على حداثة. نعم. عهدك في المرحلة العمرية أيضا عشت تنقلات، عشت صراعات. كلنا الذي لا يتحول. نعم. ويبقى جامدا لا طيب دكتور، راح نتناول هذه الإسقاطات على. نعم. أرض الواقع، ونتناول وفق مبدأ ثانية يجيء الحسين، ونشوف حاضرنا اليوم إلى أي مدى يحتاج الحسين، وشنو من واقعة الطف اليوم ممكن أنه نستلهم ونستفاد منها في مجتمعنا. لكن نذهب إلى فاصل قصير، خليكم ويانا.
بعد هذا الفاصل نستكمل الحوار أحبتي المشاهدين مع ضيفنا الشاعر والأكاديمي الأستاذ الدكتور حسين القاصد. أرحب بك مرة أخرى دكتور. مرحبا بكم ثاني. طيب خلينا نذهب لجانب الشعر وتحديدا قصيدة كتبتها عن الإمام الحسين، ايش تختار لنا حتى نسمع؟ على من باب أن الحسين يحظى في كل وقت، والحسين احتياج ولما يعيشه العراقيون وعانوا منه. وجدت أن الشمر أيضا يحظى في كل الحياة وفي كل المراحل، لأن الخير والحق، الحق والباطل متنافسان، ويزيد أيضا حاضر في كل المراحل، متنافسان. نعم. فعكست الحالة وجعلت الشمر يكتب رسالة للإمام الحسين، نعم. يقول فيها: لما لم تمت فأنا قتلتك، أيبستني أو قد عطشتك؟ لما لم تمت والرمح يحملني ابتساما منذ غلتك؟ لما لم تمت قل لي بربك كيف كل صوت صمتك؟ أنا ما ذبحتك، ما ربحتك، ما انتصرت ولا خسرتك. ما زلت تذبحني كثيرا، هل تراني كنت متك؟ لا، لم أمتك، فما حييتك، لا نصرتك، لا هزمتك. كانت خيامك كعبة عظمى ولكني كفرتك. كفاي يقترفان كنه الخوف إذ وحدي ارتجفتك، وركضت خلفك كي تموت، فلا تموت ولا وصلتك. من أين هذا الصوت؟ قل لي، ما سمعتك بل سمعتك، ماذا تريد؟ وكيف تتبعني وعمري ما عرفتك؟ لا، ما جهلتك، أنت تفضح خيبتي، ولذاك خنتك. ما كنت خنتك، ما صحبتك كي أخونك، ما فهمتك. كانت يدي يدهم وسيفي سيفهم، والنقص يفتك. إني رأيت الله في عينيك يسمو، فانتهكتك، ووجدتك القرآن يتلى صادحا حين اخترقتك. نذل أنا أدري، ولكني أخلد لو طعنتك. أنا كل قبح الأرض يحرجني نقاؤك، فانتحرتك. أنا نقص آبائي ويحرجني اكتمالك، فاقتحمتك. سأطارد الدنيا إذا تبقى، وكل الوقت وقتك. لا ثأر يرضيني، فلا أنت الفرات وما منعتك. ما زلت أعبث بالعراق مفخخا مذ كنت غلتك. قصيدة جدا جميلة. الله يخليك، أنت لاجمل. كم شخص اليوم يحاول أن يختال المبادئ، أن يطعن المبادئ كي يخلد مثلما أراد الشمر أن يخلد من خلال انتهاكه للإمام الحسين عليه السلام؟ الأغلبية، لأن الأغلبية لا تستطيع أن تكون حسينا فتختار الوجهة الأخرى. طريق من السهل أن تهدم وتصبح بطلا، لكن ليس من السهل أن تبني. لكن الحسين انتصر في النهاية رغم أنه كان المقتول، لكنه المنتصر أيضا. النعم ولا نعم. النعم التي كلا الذين يقولانها، نعم. يعني إذا هناك شخصان يقولان نعم، كلاهما رابح. اللا من المفترض الذي يقول لا يخسر. اللا العظيمة هي الوحيدة التي قالها وربح هو الحسين. فانتصرت اللا على النعم، رفض على الخضوع. نعم. وانهزم أحدهم. نعم. يعني لو نأخذ بالمعيار التوازن، من المفترض واقعا أن يزيد ربح السلطة، والحسين ربح الشهادة والخلود. نعم. والشمر كان أداة ورمي في بزبلة التاريخ. نعم. يعني دفع له ثمنه وانتهى الموضوع. لكن
بين الفائز بالسلطة المؤقتة وبين الخالد بالسلطة لحد الآن. من الخالد؟ الحسين عليه السلام. بالمناسبة ليست عندنا، نعم. عند كل الملل، حتى الملل التي يقال أو كذا، كل الملل الإسلامية وغير الإسلامية. نعم. الذي يقرأ الإسلام جيدا أو يعرف الإسلام، أما مذاهب الإسلام لا، متفق عليه عند كل الملل. الحسين سيد شباب أهل الجنة، الحسين إمام، الحسين بغض النظر عن وجهة نظر الشيعة. نعم. الحسين أعلى رتبة من يزيد. من الذي خلد؟ القاتل أم المقتول؟ المقتول هو. من الذي ارتفع؟ ومن الذي أساسا هو مرفوع؟ نعم. وحتى حين رفعوه مذبوحا أصبحوا أقداما له لأنه صار فوقهم. بالفعل. طيب دكتور، هنا نسأل كيف حول شعار الموت من أجل المبدأ، حول الموت من هزيمة إلى انتصار رمزي في معركة الطف؟ لو متى هو ولد الحسين؟ نعم. حين خير بين حين حوصر وخير بين السلة والذلة. أي، فقال لا. نعم. هذه الله هي الولادة، هذه الثورة. والثورة لم تبدأ من مجيئه من المدينة وكذا، كانت هناك رسائل. نعم. الثورة بدأت حين خير بين الحياة التي يقول فيها نعم ويبايع أو الرفض، فرفض فعاش، فثار فعاش، وبقيت هذه اللا مدوية وسلاحا لكل مظلوم ينتصر بها. نعم. فكيف حول دائما الظلمة يتوقعون الخضوع، فحين أي رفض بوجه الظالم والظلمة يكون مزعزعا ومزحزحا للظالم حتى وإن لم يظهر على ملامحه. نعم. طيب كيف إذا هو خلد في هذه التفاصيل؟ بالتالي اليوم هذه الأنظمة الفاسدة اللي تعيث بالأرض فساد ومتسلطة ومتجبرة على مقدرات الشعوب، وخاصة شعوب المنطقة نتحدث عنها، تشكل لهم مسألة الطاعة العمياء حلم. في المقابل يمثل لهم لا الحسين ورفضه للاستبداد ورفضه للطاعة العمياء لأي شخص مجرد أنه اعتلى السلطة، مثل لهم إشكالية جدا عميقة. طبعا. نعم. تأكيد، لأن الصراع بين الخير والشر موجود، صراع. نعم. حتى داخل النفس. نعم. طيب حياة بلا صراع لا توجد حياة. فاستمرارية الحسين، ما دام استمرارية الحسين احتياجا، لأن أنت تحتاج دائما تقول لا. نعم. لأن إذا بقيت موافقا، الذي يبقى موافقا يدجن، والدواجن هي الحيوانات. يعني. نعم. فكي تتحقق الأنسنة لك أن تختار، لك أن حرية الاختيار، ولك الرفض، ولك الموافقة. نعم. إذا لم تقل، إذا تمكنت من الرفض فإنك اتخذت من الحسين سندا عظيما، واستدعيت الحسين لكي تنهض. طيب بالتالي شلون نقرأ اليوم في ظل العصر الحالي ومعطياته، كيف نستطيع أن نقرأ فلسفة التضحية لدى الإمام الحسين وأصحابه؟ الحسين نبراس، وليس كما يراد أن يكون بكائيات أو لطميات. الحسين استنباط لكل نهضة، لكل ثورة. الحسين هو بالمناسبة نعم. الذي نصرك على داعش هو الحسين فعلا. يعني باختصار شديد داعش جاءت بفكر عقائدي. نعم. الجيش هزم وانكسر، لما واجهه فكر عقائدي حسيني انكسر. نعم. الحرب الكبرى الذي دارت وانتهت قبل يومين انتصرت بالحسين. هؤلاء القوم، الاعتداء الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. نعم، والجمهورية الإسلامية. هؤلاء القوم وضعوا الحسين أمامهم، لا يهمهم الموت،
دولة محاصرة ولمدة 45 عاما منهار اقتصادها، لكنها هذا ضع الانهيار الاقتصادي وضع العطش. نعم. أيضا انهيار اقتصادي، يعني باعتبار العطش ثروة. نعم. الماء ثروة. نعم. هذا جوعان وعطشان، وهذا عطشان بس. زين، هذا العطشان والمي ممكن أن ينقذه ويقول نعم، وذاك الجوعان وعطشان وأموال الخليج وأموال الدنيا كلها يمه، ممكن بس يقول نعم. نعم. وينتهي موضوعه وينفتح الاستيراد وحتى الدفاع النووي السلمي يمشي. لكن مكنه من خيبر جديدة. لماذا ثار الحسين؟ نعم. ثار الحسين لكي يستمر الصوت المحمدي والصوت العلوي. نعم. لكي يبقى علي بن أبي طالب حيا. جاء الحسين ب3 أبناء سماهم علي. نعم. ودخل بهم لكي يضع بصمة بعد علي. أحسن. من ذا الذي يضع نعم. بصمة بعد علي؟ دكتور، نتوقف عند هذا التساؤل ونستكمل بعد هذا الفصل. أحبتي، من بعد الفاصل نستكمل هذا الحوار مع ضيفنا الأستاذ الدكتور حسين القاصد. أستاذ حسين، يعني قبل انتهاء الجزء الثاني من حوارنا بإسقاطات على عصرنا الحديث، قارنت ما بين عطش الإمام الحسين والحصار الذي دام ل45 عام وما زال مستمرا حتى هذه اللحظة على الجمهورية الإسلامية، وكيف أنه بكلمة نعم بموافقة من الممكن كان أن يتغير كل الحال، سواء في زمن الإمام الحسين وواقعة الطف، وحتى اليوم الجمهورية الإسلامية لو أنها خضعت للاستكبار لكان كل شيء قد تغير. نبقى بهذه الإسقاطات في زمن الواقع، وصراحة كانت التفاتة جدا جميلة منك خلتني أتساءل إذا كان يزيد في ذلك الوقت استخدم الجيوش والإعلام الأموي لقمع الثورة الحسينية ومبادئها وأخلاقياتها، اليوم أشكال التغول التكنولوجي السلطوي مثل السوشيال ميديا وتكنولوجيا المراقبة وهذه فضاءات التجسس إلى أي مدى تشبه ما كان في العصر القديم باختلاف التقنية طبعا، وكيف من الممكن مواجهتها؟ هو أساسا الإعلام إعلام سلطة دائما. نعم. بيد السلطة، وكان إعلام العرب في البداية في الجاهلية الحد يعني حتى بالعصر العباسي. نعم. كان في الجاهلية الشاعر هو صوت القبيلة. في صدر الإسلام صار الشاعر هو الناطق الإعلامي باسم السلطة. وكان حسان بن ثابت وكذا. في العصر الأموي والعباسي أصبح لكل دولة ولكل خليفة شعراء يخلدون أحداثهم. يعني هناك يعني لولا كذبة أو لولا القصيدة العظيمة لأبي تمام السيف أصدق أنباء من الكتب. نعم. لما خلدت كذبة مثل ومعتصمة، وهي كذبة لكن سوقها الشاعر بنفس الحيل الرقمية التي تحدث الآن بحيلة ثقافية خلدت وترسخت بأنها معركة عظيمة وكذا، وعليها من الشكوك ما يكفي لنسفها بالكامل. نعم. المعركة، لكن القصيدة جميل وأبو تمام كبير. دائما هناك صوت إعلامي، صوت مدفوع. بالتأكيد أبو تمام قبض ما يريد. نعم.
قل مثل ذلك. ربما نستثني المتنبي الذي بعض الذين لا يعرفونه جيدا يقولون أنه يمدح سيف الدولة للمال. نعم يأخذ المال، لكن بينه وبين سيف الدولة وفاق عقائدي. سيف الدولة علوي والمتنبي علوي. وهو قال له: وكأنه جيش ابن حرب رعته حتى كأنك يا علي علي. وسيف الدولة اسمه علي. لكن لنصل إلى الوضع الحالي هو نفسه، لكن تطورت التكنولوجيا فبقي الأجير أجيرا، إن كان شاعرا أو إن كان رقميا أو كان مدونا. كانت يأخذك الصوت العالي، الآن يأخذك الترند. وبالتالي أنا قلت لك قبل قليل عن التدجين. التدجين يبدأ بالسلطات الشمولية، يبدأ من السادس ابتدائي بالمعلم، من الأول ابتدائي مع المعلم. يدجن بمحفوظات كذا، رفعت العلم، عاش القائد، عاش والصور بالشوارع، حتى الصور بالعملة تدجين. يعني هو يجوع المواطن، والمواطن يعتبر العملة نعمة الله فيقبل العملة، وإذا به يقبل صورة السيد الرئيس ويصبح السيد الرئيس من نعم الله. فبالنتيجة وصلنا إلى العصر الرقمي. العصر الرقمي تأخذك وهي لعبة للكبار بالمناسبة. لعبة للكبار وتصرف لها الأموال. فما دام تصرف لها الأموال لهم أن يتنافسوا على عدد المتابعين وعلى عدد القراء، ويتنافسون على القرب من الممول. لذلك لكن الرد الحقيقي الرقمية والترند ليس وحده، الرد في الساحة. يعني انتصروا رقميا، وإيران حوصرت، وإيران كذا، وإيران نبذت، لكن شاهدت خلال 12 يوما هناك تعاطف شعبي عربي غير متوقع. فعلا تعاطف شعبي عربي أحرج نصف العراق وأحرج ساسة العراقيين. يعني السياسي العراقي وبعض العراقيين المدونين يقولون هذه الحرب ليست حربنا، ومن أقصى المغرب العربي يقول أنا مع إيران ظالمة أو مظلومة. كل حسب نظرته العقائدية للموضوع وكيف يفهم الأخلاقيات في هذا العصر. وجدوا التعويض 70 عام، قرن 70 عاما لم يجرؤ أحد أن يصفع إسرائيل هاي الصفعة. لم يجرؤ أحد على تربية اللقيط. فجاء هذا السيد العظيم. بالتالي حققت الجمهورية الإسلامية الآمال الدفينة في نفس وقلب كل مواطن عربي شريف أحرجت الحكام العرب، لذلك تصاغروا. جاء هذا الرجل ولم أشاهد مكسورا يقف على رجليه بعد في الليلة نفسها. يعني قادته استشهدوا كذا كذا، علماء كذا، لكنه خلال 12 ساعة استبدل القادة ونهض من جديد، وكأنه استلم زمام المبادرة، كأن نسقا عراقيا يحمله هذا الشخص. العراقي معتاد أن لا ينصب مجلس عزاء إلا بعد أخذ الثأر، فأخذ الثأر واستمرت الحرب حتى نصب مجلس عزاء. دكتور، طيب احنا نتحدث عن عصرنا الحالي، وصلنا إلى اتفاق إنه هنالك نسبية أخلاقية في هذا المجتمع. سواء نتحدث عن المجتمع العربي، المجتمع الإسلامي، وحتى كل مجتمعات العالم اليوم المغيبة الأوروبية بفعل الإعلام هذا المجير لصالح الإسرائيليين والأمريكان. بالتالي هذه النسبية الأخلاقية التي تسيطر اليوم على العالم، كيف نعيد تسويق مفهوم الأخلاق الحسينية والاستشهاد من أجل الحق؟ نحن لا نعيدها، هي المفاهيم الحسينية تعيدنا. لولا حضورها القوي لما فكرنا بها. نحن لا نعيدها. لولا حضورها القوي لانكسرت إيران. لولا حضورها القوي لانكسرنا أمام داعش. لكن حين نغفل عنها ننكسر.
ألم ننكسر قبل داعش بالفعل. وتسقط 3 محافظات؟ نعم. لكن لمجرد استذكار الإمام الحسين، ثورة الحسين، كذا، خروج الفتوى المباركة من شخص حسين، نعم. ومن صحن الحسين ألقيت يعني نعم. في خطبة الجمعة. نعم. فهذا الحسين العظيم يبقى هو النبراس في الظلام، ويبقى هو الصوت الأعلى للرفض بالثورة، ويبقى هو المبادئ النبيلة التي تحقق العدالة الاجتماعية والعدالة الإنسانية والسلم المجتمعي. السلم بلا ثورة، بلا انتفاضة، يخضع للطغيان. نعم. فهناك سلام منبوذ، أن تعيش في سلام القطيع، حشاك. نعم. يعني تعيش مدجنا في مثل أي دولة، أو مثل ما كنا في أيام النظام الساقط. نعم. تعيش بقوة الصوت السياط وبقوة الجبروت، فتنفق يومك وكأنك لم تعش. دكتور، حضرتك اختصاص في النقد. نعم. بالتالي خلينا نحاول ننتقد واقعنا اليوم، واحنا بدأنا بهذا الطريق صراحة بالحوار. وسائل التواصل الحديثة وعصر الرقمنة، رغم كل الشيطنة الموجودة فيها واستغلالها من قبل الآخر، لكن ممكن أيضا أنه احنا نستغلها بتسويق قضية الإمام الحسين ومبادئه والقيم اللي نحملها احنا أيضا وإبرازها للعالم. صدقني، وحق هذه الأيام المقدسة سنسوق أنفسنا بالحسين. يعني نحن لا نسوق القضية نعم. راسخة. نعم. لكن حين نكتب في هذه الأيام سيلتفت الجميع أن هؤلاء الناس لديهم موسم مواسيم الإمام الحسين، فيعرفون هذا وهذا. فاطمئن من اليوم 1 محرم إلى أن ينتهي الموسم الحسيني أو تنتهي 40، سيكون الثلث هو حسين. كلمة غاية بالجمال والعمق أختتم بها هذا الحوار: سنسوق أنفسنا بالحسين. شكرا جزيلا لك دكتور حسين. حياك الله. لا تسويق طمعا، وليس نسوق أنفسنا ادعاء. لا، تسويق روحي، تسويق مبدئي بنية. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور لكم. كذلك أشكر كل من تابع حوارنا لهذا اليوم. مع السلامة.